لطالما طرح المعنيون في بلدنا مشكلة الشباب وما يعانيه في أيامنا هذه من دون أن يتقدم هؤلاء المسؤولين أو يتقدم أحد من الذين لديهم الولاية العلمية والولاية الفقهية للحديث عما يلوم بهذه الأمة. والواقع أننا يجب حتى نفهم ما يلوم عن واقع الشباب اليوم وواقع الأمة الجزائرية اليوم أن نقف على بعض المحطات التاريخية التي صنعت العوج في هذا البلد حتى لا نضيع وقتا كثيرا في البحث عن السبب الضائع الذي نعانيه في هذه الأمة، ونختلف اختلافا كبيرا جدا عن الميراث الذي تركه لنا الآباء والأجداد ذلك استعادة السيادة الوطنية في سنة 1962. لعل أن هناك قضايا كبيرة يجب أن نقف عليها ونستوضح مضامينها حتى نعرف أو نذكر شيئا ما عن معرفة ما يجري الآن في بلدنا. كلنا نعرف الآن مثلا أن الشباب ذكور وإناثا يستسهلون الامتحان، ولا نجد برنامجا رسميا وطنيا يتناول أسباب هذه الظاهرة، كما لا نجد في المقابل حتى من يضع بين أيدي هؤلاء الشباب الأساليب والوسائل التي تجعلهم يطرحون مشاغلهم قبل أن يتخذوا قرار إنهاء مشوارهم الحياتي. ونستغرب كل الاستغراب لما يأتي أحد الألمان ويقدم دراسة عن أسباب انتحار الشباب الجزائري، ولا نجد لحد الآن حتى من يتعب نفسه إلى الذهاب عما كتب هذا الألماني فيروسكي. ولهذا يجب أن نقف على بعض المحطات التاريخية. إن المشكلة الرئيسية التي جعلتنا معنا الافتراض والحيرة هي المؤسسة التعليمية وما يجري داخلها، إذ تعد البؤرة الرئيسية التي لم تسمح بنمو سليم لفكر المواطنة، كما لم تعطي أي فرصة للمتمدرسين من أن يتشكلوا حول حلقات تواصلية كي يفهموا مكمن الهوية الوطنية في مجتمعنا الجزائري. كثير ما يغيب عنه أن الجزائر غادت استعادة السيادة الوطنية في سنواتها الأولى. استقبلت وما كان عليها أن تستقبل، استقبلت بحفاوة كبيرة جدا وفدا فرنسيا عالي المستوى يقود الخبير الفرنسي بيير كون، وكان إلى جانبه كبار الدارسين الفرنسيين للجزائر وعلى رأسهم ألان توان وإيميل سيكار الذي أمضى سنوات طويلة جدا في إدارة معاهد الفلسفة في الجزائر إلى ذلك 1962. ثم ترجته الدولة الجزائرية أن لا يغادر الجزائر فبقي في الجزائر، فكان أول تقرير صدر في أبريل 1964 يعطي وضع سطرا تحت يعطي الفرنسيين حق وضع البرامج للمنظومة التربوية الجزائرية. ولعلنا من القرارات التي وضعها بيكون مسألة اللغة، مسألة اللغة، ومسألة النخبة التي يسمح والتي لا يسمح لها بالنشاط في المؤسسات التربوية الجزائرية. ولهذا أول قرار أصدرته جامعة بيير كون هو إلزامنا نحن كجزائريين التخلي عن دراسة اللغة اللاتينية، علما وأن جزءا مهما من هويتنا وتاريخنا متعلق باللغة اللاتينية. ولهذا تتبع معنا جيدا يا السادة يا الكرام أن المشكلة الرئيسية التي تنتابنا الآن ويتلاعب بنا رجال الإعلام حينما يخوفوننا بأننا نشهد موجة من الحركات التي تدعو الشباب الجزائري للدخول إلى المسيحية، وفي واقع الأمر لا يدعوننا إلى المسيحية بقدر ما يشتموننا، ذلك أنهم تنبهوا إلى أننا كجزائريين فقط نصل باللغة اللاتينية، واللغة اللاتينية فيها أشياء كثيرة متعلقة بتاريخ هذا البلد وتاريخ دياناته. ولهذا حتى نعرف تاريخنا وكيف تشكل من حيث الديانة يجب أن ندرس اللغة اللاتينية. إذن القرار الذي فرضت علينا لجنة بيير كون وتقبلناه بكل مرارة أننا تركنا اللغة اللاتينية وما زلنا ندفع ثمنها إلى اليوم. والذين تسمعونهم صباح مساء يشتمون دين الإسلام ويشككون في مصادرنا التاريخية هم أولئك الذين فارقوا فرحة كبيرة جدا لما منعنا من دراسة اللغة اللاتينية. وتعلمون أن أحد رؤساء الأحزاب السياسيين الجزائريين الحاليين، ولا نذكر اسمه حتى لا نتهم بأننا نراود الأشياء السياسية،
أصدر كتابا في سنة 1962 جعل عنوانه باللغة الفرنسية ألجيري كولتور إي ريفوليسيون، وتكلم في وسطه سبا وشتما لا نظير له في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد منعه. ثاني اتهمه بأنه نبي سرق ولا نبي في السرق في التاريخ إلا هو. وثالثا قال إن سبب المأساة الثقافية في المجتمع الجزائري سبب التزام هؤلاء البشر الموجودون في الجزائر بدين الإسلام. وهذه الحقيقة يا جماعة إنما نشأت لمعرفة هؤلاء ووصولهم إلى التدقيق بأننا لم نتمكن من ضبط مصادر الهوية في مجتمعنا، وخاصة ما يتعلق الآن بالدعوات التي تريد القول لنا كفوا عنا قولكم بالهوية العربية الإسلامية. يجب أن تدمجوا بالهويتين هويتين أخريتين، الهوية المسيحية والهوية اليهودية. المشكلة الكبيرة أننا في الوقت الذي نأبى على الدخول في نقاش في هذا المجال نجد أطراف مسيحيين ويهود يدرسون هويتنا حتى ديننا درسوا. وما يجب أن نقوم به في هذا المجال، ولعل أغرب شيء أن الذي درس الواقع المصري الحالي وفجره هو نفس الذي يكتب عن الجزائر، ونحن ربما في غفلة. إنه اليهودي الأمريكي ناثان براون هو الذي يكتب يوميا، وهو الذي روج مؤخرا ما يسمى نبوة مصر، هو يكتب عنا ويتبع تفاصيلنا. إذن القول بأننا محميون وفي أمان وأرضنا مباركة هذا كلام سطحي لا يجب الذهاب به بعيدا. فالذي يريد حماية بلده يجب أن يعرف مكوناتها ويعرف الصعوبات التي تواجهها، ويعرف كيف يقرأ من الآخرون، لأن الآخرون يقرؤوننا ثم يقدمون التقارير لغيرنا كي يسيسونا ويسيرونا. وبالتالي أول تقارير بهذا الطالب منذ قليل في المونولوج كان يتكلم عن أشياء مهمة للغاية. وحينما كان يقول كل أمنيتنا أننا نحرك واقعا تعليمي، نقول بكل أسف لا يمكن أن نغير واقعنا التعليمي إلا بوجود تقارير أرفع مستوى. أعطيكم معرفة بالتقارير الفرنسية التي تثبتها تثبيتا كبيرا جدا، لأن التقارير الأول أسسها بأركان سياسة الواقع الجزائري، وفرضت فرضا أن ندرس المواد الأدبية باللغة العربية وغير الأدبية باللغة الفرنسية، والتي ما زالت من 1964 قائمة إلى يومنا هذا. نحن نقول إن العيب كل العيب هو في قبول المسؤولين على أن يجعلوا أبناءنا أميون من حيث اللغة، عربوهم وتركوهم وسط اللغة العربية وجوانا صعوبات كبيرة جدا، فأرسلوهم إلى الجامعة وصارت نسبة الرسوب قوية جدا. وهذا بسبب الخلل الذي نشأ بسبب فرض الفرنسيين علينا وقبولنا فرض الفرنسيين علينا أن نتوجه إلى إقامة أنظمة تعليمية مزدوجة اللغة. هذا خطأ تاريخي ما زال قائم إلى الآن، ونذهب إلى أي بلد من البلدان سنجد بأن حكاية الازدواجية في اللغة غير معمول بها. هناك التعدد اللغوي، انتهى أمر الازدواجية اللغوي لأنها عمقها سياسي، ونحن كي نسير أمة لا نسيرها بآراء السياسيين، نسيرها بآراء الخبراء. وانظروا كيف يأتينا الفرنسيون بخبراء كي يسيسوا واقعنا ووطننا. إذن اللجنة الأولى لما انتهت من مهامها وكرست المشكلة والخلل في 64 يأتي بعدها مباشرة بعد أحداث 65 وفي الثاني يقوده بيير تيمار. فجاء بيير تيمار إلى الجزائر وأنشأ فينا ما يسمى النظام التعليمي التقني، والذي أوعز إلى الجزائريين بأن يتعاملوا مع التجربة الفرنسية. فوضع التعليم التقني في الجزائر وسار، إلا أن الأوضاع في نهاية المطاف بيّنت بأن النظام التعليمي التقني في نهاية المطاف ما هو إلا نوع من تقديم مشروع متعلق بما يسمى منظومة التكوين التقني النهائي، بمعنى أن الذي لا يتكون في المجال لا يمكن وفق المنظومة الفرنسية الذهاب بعيدا بأفكاره ومعارفه كي يتحول إلى إنسان خبير. هم لا يريدون لنا أن نكون الخبراء، وبالتالي المجتمع بلا خبراء لا يتحرك إطلاقا. وبالتالي لما مشى جماعة بيير تيمار شعر محمد السادات بن يحيى الكيداني من 1968 بأن ما جرى منذ ازدعاج السيادة إلى 68 لم يأتي بأي مفعول، والرسوبية تعالى والفاعلية التعليمية غير موجودة، وهناك خلل بين تكوين الأساتذة وتكوين المتعلمين ما أدى به إلى حل حقيقته والذهاب إلى
بلجيكا وسموني مليح، والله القسم اليوم ما كان حتى لجنه خبراء جزائريه اقامت منظومه تعليميه. هذا نتكلم على التعليم لانه الطالب سبقني بها. لو ندخل الى منظومات اخرى الكارثه اشد وانكر في اي مجال نذهب، الكوارث صعبه، وبالتالي حمل الحقيبه واتجه الى والمليح الكليه المسيحيه الكاثوليكيه في بلجيكا. الكليه المسيحيه الكاثوليكيه في بلجيكا وتسمى لونيفرسيتي دو لوفان، واتجه صوبهم وقال لهم اصنعوا لنا النظام التعليمي. هل يحيق بأمة تقول إن لنا مجدا وأن لنا تاريخا وأن لنا من العلم والمعرفة لدى أجدادنا ما يجعلنا نتحرك على أقدامنا دون أن نتسول على أبواب الأوروبيين؟ فذهب ابن إلى هناك وأتى لنا بتجربة بلجيكا. نفذ تجربة بلجيكا وماذا فرض علينا؟ التكوين المزدوج. ما تقدرش انت كجزائري تمشي منظومه تعليميه الا بوجود المشرفين البلجيكيين. فسافر التجربه وتراكم الخطا اكثر فاكثر. حينئذ برز الجزائري حاول ان يحلل الوضع، لكنه للاسف اخطا مره اخرى. ان المرحوم الراحل عبد الكريم بن محمود حاول ان يقدم لنا افكار جديده. أفكاره الجديدة على الأقل كانت تقوم على أساس تقديم رؤية نقدية للأزمة في الجزائر، أزمة الفكرة، أزمة السلوك، أزمة الأخلاق إلى آخره. فندى إلى إنشاء منظومة تعليمية تربوية أصيلة، واقترح آنذاك الدمج بين الفكرة التي كان يقوم عليها ابن القاسم رحمة الله عليه في مؤسسة التعليم القصري مع التجربة التي كان يقوم بها. لكن يا جماعة نرجع إلى الوراء. نحن في ذكرى جمعية العلماء وذكرى السادة جميع العلماء الذين سيسوا هذه الجمعية. لا يمكن أن نقفز على مراحل التكوين التاريخي للأمة الجزائرية والأزمة التي نعيشها اليوم من دون أن نفتح قوسا عن المظلمة التي لحقت بها الجمعية وبرجالاتها. لأن الجمعية لما نقرأ أو قرأنا تاريخها في المنظومة التعليمية الجزائرية إنها وضعت في سياق خاطئ بكثير، وهو القول بأن الجمعية حلت نفسها في 56. ولا أحد تساءل لماذا جمعية العلماء تحشو نفسها في 56؟ بصح لما نرجع إلى كتاب علي الحساس اللي توفى منذ أيام قرروا نجد بأن مشروع منظم ومخطط ومدبر لهؤلاء الذين صنفوهم مجرمين هوية كريمينال ديدونتيتي، مجرمين هوية. هؤلاء الذين أرادوا مسخ الجزائريين عن هوياتهم الأخرى وفرض هوية عربية إسلامية. هؤلاء وصلوا إلى الجمعية في 56 وخيروا بين أمرين: يا إما تجبدوا وحدكم يا إما نقتلكم. وبدأوا فعلا بالتصفيق، وسقط من الجمعية رجال ليس من قبل الفرنسيين ولكن من قبل إخوانهم في الدم وفي الروح. صنفوهم بين أمرين، قالوا إننا نسير نحو أشواط متقدمة والذي بإمكانه إمساك زمام الأمر. في نهاية الأمر بإمكانه أن يحدد مستقبل الجزائر. ولهذا نشأت منظمة إرهابية مسلحة تقتل بلا رحمة اسمها لي ميليتون دو لا ليبرتي، مناضلي الحرية. مهمتهم التنقل بين المدن. إذا شاهدوا من رموز جمعية العلماء غدروا بقتلهم، ولا أحد إلى الآن فتح ملف هذه المجازر، لأن المجازر ضد النخبة في الجزائر. وبالتالي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجدت نفسها في موقع الصعب للغاية. كيف ستتصرف؟ وبالتالي حقنا الانتماء ولربما تجاوز لهذا المشروع الخطير الذي وقع لتصفية هذه الجمعية. بادروا لا نقول بحل انفسهم، لا يوجد بيان يومنا هذا الله واحد من جميعنا قال لقد قلنا بحل الجمعية. انسحبوا فرادى وانتشروا في مجالات كثيرة جدا. ولهذا لما تكلمت منذ قليل تقرير بيير كون خطير، لأنه من ضمن شروطه إخراج الذين كانوا في جمعية العلماء من سير المؤسسات التعليمية، لأنهم قد يبدون أخرى، قد يبدون ملاحظات، قد يبدون بدائل أخرى تمنع الفرنسيين من تنفيذ المشروع. ولهذا سار المشروع في الجزائر أعرجا للغاية. تبعوا مليح اليوم لأننا نتمناو مصر ما تغلطش الغلطة اللي صارت في الجزائر، لأن مدينة من المذبحة
الوضعية نفسها صارت لنا على ذات الاستقلال من قلنا جمعية العلماء فرق القسمة التي تلقتها من مصر، ماشي من مشايخ الأزهر ولكن من مستشارات رئيس جمال عبد الناصر لما أخذنا السيادة بنسبيتها غدا 62 بادر من تفقه من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الاتفاق حول المبادئ من جديد، وذهبوا إلى مدينة بوفاريك جنوب العاصمة والتقوا هناك وأسسوا جمعية القيم، وصاروا يصدرون مجلة ينبهون فيها الجزائريين إلى ما يعانيه المجتمع الجزائري من خلل وقصور. حينئذ أرسل جمال عبد الناصر مستشاره الشخصي ناجي علوش، وكان دكتور في العلوم السياسية، وأتى إلى الجزائر سماه المستشار المقيم كونسيير ريزيدون، بمعنى يجي عنده من الجزائر لا يغادره. معنى ذلك نفهم بأن جمال عبد الناصر أنشأ في الجزائر مكتبا تابعا للاتحاد العربي الاشتراكي يسيس الوضع السياسي في الجزائر، وهو الذي أشار في ساعة الحسم إلى ضرورة الضرب بقوة دون رحمة دون هاودة على كل من انتمى إلى جمعية القيم، وبالتالي صدر القرار التاريخي بحل الجمعية وبمنع كل من انتموا إليها من النشاط مطلقا والالتزام كتابيا بالمكوث في بيوتهم يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى وضع أمتهم. إذن التيه الذي نعانيه هو تيه نسقي، تيه مؤسساتي، تيه برنامجي الذي وصل إلى أقصى حدة من المرض. سببه أنه أو السبب الذي جعله يصل إلى ما صار إليه أنه لم يتعلم في حياته شروط الوقاية. إذا شبابنا اليوم الذي يعاني ما يعاني سببه الأساس هو أنه حرم من أساليب الوقاية النفسية، دينية، روحية، تاريخية، سياسية، فنشأ تائها. وظن أن من أرسلناهم إلى المؤسسات التعليمية من الحضانة إلى الجامعة أنهم سيتحولون إلى نخبة، وجد نفسه قد ارتكب خطأ في التصور. الآن لا مؤسسة في الجزائر تنشئ نخبة، من الحضانة إلى الجامعة لا وجود للنخبة. من وفقه الله وعرف مدارك التعلم وعلم نفسه صار نخبة لنفسه. من اعتقد بأنه بدخول إلى المؤسسة سيصير نخبة سيندم بيوم من الأيام وسينتحر. وقد انتحرت الأستاذة الجامعية مدينة الدوز، أستاذة بجامعة قد طالبة وانتحرت. معنى هذا وش يعني؟ أنها أستاذة وصلت إلى درجة انتبهت مع نفسها باللي عايشة في الفقر. أنا وصلت إلى مرتبة ما قدرتش نكون أنا نخبة وما قدرتش نكون نخبة، ونشوف الشبان والشابات في الجامعة في يديه لا حد له. ما لم ندم اللي فقدها وما صاحبتوش وقاية ولا مؤسسة رعاية ولا مقربين إليه يتفقون على الرعاية. مشيت للجسر على دار صالح الوطني وما توقع مفاجرات إرادة وعلى شكل ذلك كثير ممن يفعلون ذلك على اختلاف الهرم السني. إذا نحن نقول للذين يعني حتى نقول لكم يا جماعة إسماعيل بولبينا الآن طور نظرية. إسماعيل بولبينا مشتم على بالكم أو طور نظرية وهي هذا باش يفسر بها المجتمع الجزائري وقال إن الانتحار في الجزائر سببه صورة خاطئة عن الدين، وهذا نقول بسببنا نحن لأننا راضينا أن يبقى الدين الإسلامي هكذا غير متحرر كأننا ورثناه وراثة عن آبائنا نتركه مادة موروثة لمن يأتي بعدنا، ولكن مجتهد في إطار الإسلام وخاصة المسك الإسلام بخصائصه التاريخية في المجتمع الجزائري. إذا جسم يقول بنا واختصاصي في البسيكاناليز وروج نظرية بأن الانتحار في الجزائر سببه خلل في تصور الدين، حتى يؤمن للذين يسمعون إليه أن المشكل في الجزائر ليس في الشخص، المشكل في الدين في الإسلام. وسيغفل غفلة كبيرة من يعتقد وقت إسماعيل بولبينا أن الأنظمة والهيئات والبرامج والمناهج التي أتي بها إلى الجزائر من 62 إلى الآن هي جيدة. المشكل
هو الإسلام. ولذا خرج فلان رئيس الحزب السياسي في كتابه الجيري كولتور ايريفولسيون قال المصيبة، كل المصيبة في الجزائر هي دين الإسلام، أي نحاولوا كيفاش نغربلوه، نغيروا الملامح تاعو الخصوصيات ونحيدوه من جهة ونخلقوا إسلام جديد. ولهذا تلاحظون بروز طوائف دينية بمشاريع غير التي عرفناها تنتشر بنوع من الحيلة داخل أوساط مجتمعنا الجزائري. ليس أقول الصيف والحمى، ولكن على مستوى الشمال والجنوب الغرب والشرق هناك خلايا شعب تنشط في هذا المجال، وهي مبرمجة مؤطرة موجهة، يتعامل مع جون داجونس في ليون بفرنسا يعطيهم التعليمات والبرامج كيف ينشطون، ثم يدخلون إلى بلد الجزائر ويحاولون تغيير ما نحن عليه. نحن مقدمون على شهر الصيام، ندعو الله أن نصوم بالصحة والبركة، وستشاهدون التأويلات التي ستراقب قدومه وانسلاخه عنا، لأن الذين يتدبرون الشؤون في هذه المسألة هدفهم الأساس بث الندم في أنفسنا على أن الدين دين النهج الذي اتبعه أجدادنا تحول إلى مصيبة، وهو الذي كان فيما مر من السنوات والأيام المادة الحامية للمكونات التاريخية لمجتمعنا الجزائري. ولهذا لا نستغرب في هذا الصنف وهذا الفراغ وهذا الهول الكبير الذي ينتاب بلدنا كجزء من فضاء واسع أن يأتي لنا مستشار في تل أبيب ويقدم لنا الدراسات في الجزائر، رغم ما أسلم ولكنه استعمل الخبرة التكوينية لديه وصار يقدم دراسات عنها، وهو موشي ييغار يقدم دراسات يوميا عن واقع المجتمعات. إذن أليس من حقنا أن نتساءل، أن نبحث عن خلود للمخرج من المأزق الذي نعانيه، ونقول إن المشكل الآن لا يتم فهمه إلا من زاوية التراكم. حينما نفهم ما تم تركيبه داخل مجتمعنا وعرفنا من الذين قاموا وراءه ومولوه وثبتوه وحولوه إلى نوع من برنامج رسمي، نفهم حينئذ المأساة التي نعيشها في هذا الوقت والخوف الذي ينتاب الكثير منا في هذا البلد، لأنهم يشعرون بين لحظة وأخرى كأن البلد سينفجر، لأننا كلنا تأكدنا الآن بأن المواطنة في الجزائر في درجة صفر. الكل ينهم، الكل يسرق، الكل يمد معلومات استراتيجية عن الجزائر لدول أجنبية كي تفجر الجزائر، ونحن ننظر ونقول هؤلاء جزائريون أم لا؟ نقول هؤلاء نعم جزائريون، لكنهم نبتوا على برامج ومناهج تجعلهم في نهاية المطاف يحطمون بلدهم ويتلذذون. ولهذا الذين يهدمون أرضنا الآن ويفعلون بها ما يفعلون هم الذين تشربوا وأشربوا غيرهم هذه المناهج. ولهذا السي عبد الكريم بن محمود حتى ما ننساوش لما جاي البرنامج جاتو عصابة مخفية وقالت لي السي عبد الكريم احنا نستغرقوا الشرطين باش ما نمحيوكش من هذا المجتمع، ما نخلوش القطر تاعك يزور وانت كنت معلم مقدم وتحب العربية، نديروك وزير، نقررك تولي وزير، ونزيد نديروك واحد النقطة لازم تقبلها، تسمي باسم تاع مشروع ماشي انت داير. مشروع المدرسة الأساسية نسبت إليه لكن لا علاقة له بها الإنسان، أوتي له بها، وخاصة أن صاحبه يعني المخ المدبر لهذا المنهج هو السويدي، صنع هذه المدرسة السويدية، هو دافيد سيغيرز، ونظرية دافيد سيغيرز في المدرسة الأساسية واش تقول؟ الطفل كي يدخل للروضة تجيه يقولها المونيتريس ولا في الجامعة يجي البروفيسور يقول له بهذه اللغة يا ابني في السويد الفرق بيننا فرق في السن لا فرق في المعنى. هل نحن كان لدينا من الاستعداد من الجراءة والمهارة والكفاءة في الجزائر قد غلبت فيها المناهج والبرامج الأجنبية أن نأتي ولسنا ضد النموذج السويدي، لسنا ضد أن نأتي ببرنامج سويدي بلغ من التخطيط إلى الإلهام إلى أبناء المجتمع السويدي أن المعرفة متراكمة منذ الميلاد إلى الوفاة، لا تتخلف لحظة واحدة عن التعلم والتبليغ تعلماتك إلى غيره. إذن حلقة الفارغ الكبرى التي عانيناها في الجزائر طيلة المدرسة الأساسية في فترتها هي غياب التواصل، يجي التلميذ إلى المدرسة يدي أكياس من المعلومات
الأولياء لم يشاركوا في المدرسة الأساسية كما في السويد باش يكونوا طرف في تلك العملية التعليمية، وبالتالي ذهبوا في اتجاهات شتى. وماذا فعلوا حينئذ؟ ذهبوا إلى ألمانيا الديمقراطية وجابوا 10 مستشارين من ألمانيا الديمقراطية. يعني هذه الأمة لا تستاهل كل هذا التلاعب. لديهم من أبنائها ومن رجالاتها ومن تاريخها ما يمكن الكف عن هذا العبث الذي تعانيه هذه الأمة، عبث كبير. فجاء العشرة يسمونهم العشرة الألمان وأعطوا لنا برامج جديدة، وهذه البرامج الجديدة إن تستغرب فاستغربوا. أعطيت لي عقيد في الجيش، شوف عليك عقيد في الجيش بمن الحيث التكوين تاعو ما عندوش علاقة بالبرامج البيداغوجية وما يعرفش واش كاين لدى الغرب. إذا أعطيت له إمكانية الإشراف فأشرف وأصدر لنا مشروعا جديدا في سنة 81، وبدأت من 81 نتكسر فترة واحدة بعد أخرى واحدة بعد أخرى إلى الدرجة التي وصلنا الآن نخدم على فتح موضوع ما يسمى كالسيو التعلم، لا ديترديسيون دابخونتيساج. كالسيو التعلم الطفل كان يتكلم منذ قليل قال كيدخل الأستاذ اللغة الفرنسية يتمسخر به، كل أساتذة اللغة يتمسخروا بهم، كل أساتذة المواد الأساسية يتمسخروا بهم، لأنه قد زرع وهم لدى المتعلم بأنك ستذهب إلى مؤسسة أشبه بالسجن. أنت لا تتواصل مع مالك المعرفة، أنت تتواصل مع شخص وسيط انترميديار ماهوش مالك المعرفة، روح تمسخر به. ولهذا وصلت المسخرة في نهاية المطاف إلى ميلاد ظاهرة غير موجودة عند أمة العنف في الوسط المدرسي. التلميذ يروح مسبقا باش يتعدى يا إما على المعلمين ويا إما على زملائه الطلبة الذين أتوا للاشتراك في حلقة تعلمية. ولهذا مشينا الآن إلى درجة الانسداد الآن. محاذرة أن القول بأن الطلبة غسوا في بكالوريا 2013، لأنه كتبنا عليها وقلنا لهم بابا سنفور خليتوه طول، وكي طولتوه حيفجر الجزائر بهذه المؤسسات التعليمية في الجزائر. تدبروا المسألة وحبكوها بطريقة شيطانية حتى تؤدي إلى حدوث صدام معرفي تعلمي لن ترفع بعده المؤسسة التربوية رأسا في الجزائر. إذا من الذي سيحصل مقابل ذلك؟ لا توجد أي مؤسسة في الجزائر بديلة بإمكانها أن تمتص نتائج الخلل في المؤسسة التعليمية الرسمية مثل ما هو موجود. مثلا ألمانيا اللي احنا مشينا عنها كاين التعليم الرسمي تاعها، بصح اللي يخرج من التعليم الرسمي ما يبقاش كيما ولادنا نبعثوهم لفضاءات الجريمة والانحراف. يروحوا لواحد النظام ألماني يقولوا له الجيمنازيوم ستوديوم، في الجيمنازيوم ستوديوم عندهم دي زيكسبير كيدخل الطفل يعرف اسكو هو عنده مشكل مع نفسه مع أهله مع الحي تاعو، والديه فقراء والديه أغنياء، عنده نقص في التعلم تاعو، واش المشكل؟ يحلوه بالتدقيق عند خبراء. ديك الساعة يوجهون إلى أقسام خاصة، أقسام اليتامى، أقسام المهجرين، أقسام العائلات الفقيرة، ويجيو دي زيكسبير اللي مختصين في علم النفس وفي البيداغوجي، ويبداو يدرسوهم بدرجة دقيقة باش يستخرجوهم من ضعف وصغار ويخرجوهم من مشكلة يعاودوا يدخلوهم للمجتمع الألماني سلمي، لأنهم يخافوا ربي. والله يخافوا ربي في بلادهم، واثنين يحترموا أمة ألمانيا. احنا لحد الآن نشوفوا الضرر الكبير اللي وقع ولا توجد مؤسسة بديلة. ما نقولوش يعاودوا يكونوهم يعطون التعليم، يعاونوهم باش يندمجوا اجتماعيا، ما يروحوش للمخدرات وما يروحوش للقتل وما يهربوش عبر البحر إلى بلاد أخرى باش ينافسوا في الانحرافية، وما يستغلوهمش كما في تونس وليبيا والمغرب يكونوهم باش يبعثونا يخربونا البلاد. ما نقبلوهاش لأننا ما ننساوش الآن صرنا في وسط عدائي، ما عنديش في الحدود تاعنا دولة صديقة. إذا حنا صارت لنا كإسرائيل في الوطن العربي، هذا الجزائر في المحيط المغربي تاعها صارت في وسط صعب للغاية، وما لم يتم الانتباه بأننا نعيش في وسط عدائي سنعاني النكد في السنوات القليلة القادمة، لأننا لا نضع برامج للوقاية أو لا ننبه أبناءنا وبناتنا إلى ما ستأتي به الحدود من خارج الجزائر، علما وأن هناك تنظيمات
ومؤسسات موجودة في ذلك البلد تقوم بدراسات عنا وتبعوا معي وشغل. والله على أعلى مستوى نحن مخترقون إلى أقصى درجة. السنة الماضية أعطيكم مثال، نقول لكم موشي قال علينا يوميا كيف تسمى نقولوا عايشين وسطنا. هم لا، عندهم حاجة اسمها الخبرات تستغل تحلل ثم تعطى للمسؤولين يطبقونها على مصائر المجتمعات. العام الماضي يجي امتياز المصاب من إسرائيل، لأن نقولوا احنا الزمان بعاد علينا ما يضروناش، يجي جهاز المصاب من إسرائيل ويجي إلى منطقة أبركان. أبركان مش بعيدة على الإنسان والحدود الجزائرية الغربية، يقيمون هنا. ولما أقاموا هنا تعرفوا حنايا السمك في البحر نشوفوا الطعام نمشيو ناكلوه. عمرنا نقولوا نشدوا كروشنا للجوع ونخمموا بعقولنا اسكو لازم ناكل ولا مازالناش ناكل. إذا يجي هذا طيف من الخبراء الإسرائيليين ويقدمون عنوان كبير لملتقى دراسي اسمه دراسة الأهرام السنية في المغرب العربي. ومش قصدهم يجيبوا الليبيين والتوانسة والليبيين والمغاربة يقصدوه حنا إنه لديهم مشروع باش ينفذوا 4 سنوات عندهم ملتقى حول الأهرام السنية في المغرب العربي. والله من المخجل ومن المؤسف أن نقول أن الإسرائيليين فرحوا كل الفرح لأن احتمالاتهم 5 عامين أكثر الذين مشوا من ورقة المشاركة من جامعة الجزائر. ليس فقط أبدوا في الترشح بالذهاب إلى المغرب ولم يتصل ولا واحد منهم بمصالح القنصلية الجزائرية ولا السفارة الجزائرية في المغرب حتى يستشيرهم أمنيا. قال أسكن نقدروا نشاركوا ولا ما نشاركوش. كان عندنا وزية بزاف كأنه كل واحد ملك الدنيا. مشوا للمغرب وأعطوهم الإسرائيل دقائق جدا وقالوا لنا اكشفوا أسرار بلدكم. فلان من الجامعة الفلانية وفلان من الجامعة الفلانية يمدوا في معلومات وخبراء اللي جاوا من إسرائيل تجيبوا كاع المصايب. كملوا ملتقى يعطيكم الصحة يا أساتذة الجزائر، هاكوا شهادة المشاركة. احنا نروحوا بالحقائق مليئة إلى بلدنا كي نخطط لتفجير المجتمعات. أنا لا أقول أتحدث عن نظرية المؤامرة كما هو معروف الآن في المشرق العربي، ولكن أقول بعيدا عن نظرية المؤامرة هناك نظرية إسلامية تسمى نظرية المغالطة. لا توجد أمة في التاريخ تغفل عن معرفة ما يجري في غيرها من الأمم. إحنا ولا في مصر لا مصنوع على منطقة الساحل ولا مصنوع على منطقة جنوب أوروبا ولا ما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط ولا شيء. في إسرائيل يوجد مركز دراسات المغرب العربي ولا مخبر في الجزائر دراسات المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. لا نقول بأن خلل في عقل الإنسان في الجزائر حتى لا نتهم أنفسنا بالعكس الفطري كما يريد إثباته الفرنسيون. نحن سنعجز الفطري بدليل أن الجزائر اللي يخرج من الجزائر يحب يولي نابغة في بالنا بإمكاننا نصير نابغة. إذا المشكل إيماننا الخاطئ وتشبثنا الفاسد بالبرامج والمناهج الفاسدة التي ثبتت في أرضنا. إذا التحرر الأول وكسر القيود يجب أن ينطلق من رؤية نقد المناهج والبرامج الموجودة في أرضنا، ومن حقنا اليوم أن نزقى فوق الصور ونقول سي بابا أحمد عبد اللطيف حب سن النزاهة. فكروا وجيبوا خبراء جزائريين بدم جزائري وعقل جزائري يتدبرون أمس أمر المؤسسة الضائعة من 62، وخاصة أنه هو عاش مدة كبيرة في أمريكا وقرأ فيزيك في أمريكا وبدأ مؤخرا ينشئ مخابر لتطوير الأبحاث الفيزيائية في الجزائر. إذا على الأقل كما يقول الأمريكيون هو عنده كما يسموها الميتانولوجي، بمعنى مخه واسع بالدرجة اللي يقدر ماشي هو يبني برامج، يخير الناس يجيبهم يحطهم قدام قال أنا معاكم بصفتي الوزير خلقوا لنا البرنامج اللي يغير تاريخ هذه الأمة ويخرج الحالة المأساوية اللي يعيشها نظام التعليم في الجزائر بوجه آخر. لأننا نتساءل أحيانا ونحن في ألم كبير وجرح عميق. نقول لماذا الأمس القريب
التي منعت فيه السلطات الفرنسية أبناء الجزائر من التمتع بالشروط العلمية والمعرفية لإنتاج حضارة. لماذا انفرضوا بطريقة قوية جدا وغيرهم من جرى العالم؟ كل العالم الآن يتكلموا على ما يسمى نظرية البحيرات الكبرى. نظرية البحيرات الكبرى، ويقصد بها كما يسميها الفرنسيون المجتمعات المائية، أي الصراعات الدولية القائمة حول المناطق المائية. يتكلمون أحيانا اسم يذكرون اسم هو الجزائري، ولكن حنا نكون خصوصا في المغرب لا ماشي الجزائري، اسمه شبه الجزائري لا يسمى علي الحماني. الآن يتكلم في الدبلوماسية عن قدرة الخبراء في تسييس المشاكل الكبرى حول الصراعات المائية. سيدي وهو الملك شاب صغير سقط به طائرة، كان ماشي بالطائرة إلى تعرف في باكستان لمعالجة المشكل الباكستاني الهندي، طاح به طيارة في 48، ولأن كان الدم حار. الجزائريين الذين كانوا يعرفون بأن ابنهم الشاب العارف بالمسار الجغرافي والعالم الإقليمي والجيوستراتيجية كانوا يأبون رغم سقوطه شديد في مدينة كراتي أن يدفن في باكستان. قام المرحوم الراحل الشيخ عبد الرحمن الجيلاني الله يرحمه ومشى على الجوامع يتسوف، راهو مات على الحمام، شكون يعطيني زرام نجيب الجثمان تاعو الجزائر، هو دوريجين من تيار، شكون مالينا قادرين الفقراء في تيار، شكون يعاوني بشويه دراهم، شكون كاشمار تعطينا شويه صياغه الليل باش الجثمان تاعو ما يتدفنش في باكستان. وشوفوا المسافه بين باكستان والجزائر. وبالفعل قدر الله هذا الرجل أن يجمع ما يلزم حق قدرة النقل وحق قدرة نقل الجثمان، فأتى بالجثمان من مدينة كراتي ودفنه في جو ماهي في مقبرة بالوزداد، وما زال طريقه إلى الآن تأكلون الحشائش، لأن نحب نسيان الماضي ورجالتنا كلهم نسيان. اللي يتحط في المقبرة ما زيش الظروف، والسكت الذي ظهر في الجزائر راهم يوهموننا بانه من شرع الاسلام الجنه تقدس امرها، وكاننا في منهجنا ندعو الى عباده الصفوه بيننا في كل الامم، بما فيها المملكه العربيه السعوديه، بما فيها بلاد الشام قاطبه، كلهم ومن زارها يرى بعينيه كيف يحترمون الاضرحه حينما يقف الانسان امامها يقرا تاريخ هذه الامه. نحن لما نمضي في الجزائر من الشمال الى الجنوب نجد كل شيء مطفى ازدهر. اذا ياتي الاتي الى هذا البلد ويقول ارونا رجالاتكم ونسائكم ان كنتم امه تفتخرون بماضيكم. سننظر اليه نظره المجدول المخبول نقول له والله كما النظريه تحرم ذلك اقامه الاضرحه. ولماذا هذه النظريه لا تحرم ذلك في بقيه بلاد العرب والاسلام، تحرم ذلك في الجزائر فقط؟ اذا المعنى الدقيق أننا لا نقول بأن هؤلاء اجتهدوا أصابوا أم لم يصيبوا، نقول إن هؤلاء يقفون على فضاء من التفكير غايته أنهم مسيسون أو غير مسيسين، المسيس بمكوناتنا التاريخية، والمسيس بمكوناتنا التاريخية يضعف المواطنة. رانا ما نخوفوش درجة المواطنة في درجة صفر في الجزائر إذا استمرت هكذا في حد أقصى 10 سنين حق الله العلي العظيم بالوحدة الوطنية مهددة. البعض يستشعرها الآن ويكتب عنها بخجل، والبعض شد على قلبه يقول له يا أخي شو هذيك الساعة ما تجيش، ولا جيت تكون أنا تحت الطرف ما نشوفش واش يصير. لأن أمة تفتقد المواطنة ستتفكك نهائيا. وشوفوا تجربة بسمارك كانت ألمانيا مفككة مشتتة لأن المشكل تاعها المواطنة صفر. واش دار؟ راح قرا تاريخ الأمم، من الأمم اللي قرأت تاريخ أمة الإسلام ورأت كتاب ابن مسكوي تاريخ الأمم وبدا يدرس فيه وشاف بين وحدة أمة الإسلام واش الشيء اللي خلاها ما تتفككش، باش مشى عاود ألمانيا وعاود كتب لهم كتاب الشهير دي فولكس غايست، روح الشعب الذي سيغير مسار. ليس لأن الشعب من ناحية أنه العمل يمكن أن يؤثر،
وإنما كان يرمز في ذهنية الشعب الألماني أن هذا الشعب ليس بالطبقة التي نصنفها بالطبقة الوضيعة، ولكنها الطبقة التي بإمكانها أن تحمل تاريخ هذا المجتمع، وهي التي ستنهض مباشرة. لما صار يلقي خطابات الوحدة صار الألمان يتبكرون ويقبلون يديه ويقولون له: أنت النبي الذي أرسلك الله إلى أمة ألمانيا لتخرج من غبنها. علاش؟ لأنه مس قلبهم القلب المواطنة عندهم قوية، كلها قوية، ما خافش وما تراجعش، وقال الألمان تولي أمة واحدة ورجعت أمة واحدة. حتى إذا ما فكك الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية تحرك الألمان شرقيهم وغربيهم وأعاد الدولة كما كانت أمة واحدة لا تتشتت. نحن في أمصارنا العربية والله نشهد الشتات، ومن الأمور المنحوتة يعني مؤخرا لما فكك السودان، المشروع تاع السودان تفكك إلى دولتين، بعد الدولتين يصير 4. من 2015 مبرمج يتقسم إلى 4 دول. مازال دولة النيل الأزرق اللي صار الآن فيها حرب باش تولي دولة، وكوردوفان تولي دولة، يعني تولي. وعندكم المشكلة اللي السودان فاش مربوط بها، عمرنا ما نقولوا رانا في بلاد بعاد عن المشاكل. خطأ. الأمير عبد القادر راكم تعرفوا ما يخرجوش عليه فيلم، ما يقروش عليه، بصح يسكتوا كل عيد يقروا الأمير عبد القادر. يجيو يضربونا بالرموز، يجيو الشيخ بولحية وبالنورة البيضاء والسواك وعلامة السودان، يعني يخدموا لنا فلوس أخي رمز باش تكتبوا تقول هو رمز التقى والخوف من الله تعالى. وردوا بالكم، ليس من قال أنا رجل هو رجل، وليس كل ما هو أخضر حشيش. يأتي ويقدم لنا أفكار خاطئة، يقول لنا في خطب الجمعة السنة هذا الزنديق المارق الذي أهل بكفره على بلاد الجزائر وكتب لنا في مذهب الحلولية وهو من أقدم مذاهب البوذية في الهند. لأننا الشعب لا نقرأ. قال ابن خلدون وقال ابن باديس. احنا أقرأ حاجة في حياتنا ما نقراش، واللي ما يقراش أو كارثة في حياتنا. احنا مباشرة مشاركة مع السنة، قلنا نقول لكم أن القدر فيه معناه. نروحوا لديارنا مباشرة على مائدة الطعام على لكم قادم الشيخ في الجنة. قال لك أن القدر تحترم فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه. من اليوم اللي يزيد يقول لي هذا الرجل زائد نخبط. إذا مش يخلق فينا نفسيا. نبدأ رمز البطولة والإيذاء في مجتمعنا. النبذ نقول نبذوهم. كي نبذوهم حينئذ تأتي هذه الآراء الفاسدة وتفرض علينا فرضا. ولهذا الأمير عبد القادر حتى باش ما توحناش الفكرة عليه كان في وقته يرسم الحدود الأمنية للجزائر في بلاد الشام. حدود الأمان تاع الجزائر في سوريا والأردن وفلسطين. هذه هو الحدود ولا ينظر إلينا في المغرب العربي. محسوب هو ما قراش مليح وما فهمش مليح وكان عايش في معسكر وما يعرفش حوال الجزائر، ما يعرفش الإسلام، ويكلخوه يقرأ نظرية البوذيين ويتبعها ويتبع نظرية الحلولية وما إلى ذلك. يعني ولو يتفكرون علينا بما نحن صرنا سذج إلى الدرجة اللي يتصوروا بأن رجالات بهذا المستوى بإمكانهم أن يسقطوا. ونسى هؤلاء الذين يكذبون علينا في المنابر أن الرجل خلى كتاب من أنفس الكتب متداولة من يعرف قيمة إنشاء الأفكار في التاريخ، وكتاب شاح الكتائب في ذكر خصال الجيش المحمدي الغالي. أين نحن من هذا الكتاب وغير هذا؟ كتاب من كتبه. إذا المشكلة والمصيبة أننا لا نقرأ لهذا الرجل، وحينما لا نقرأ له نسمع صباح مساء دون ذكر اسماء من يظهر في كل القنوات الفضائية الجزائرية يشتمه أمامنا، ولا نجد ولا شخص واحد قال استحوا لقد أهنتم هذه الأمة فوق حدها وأنتم الذين بثثتم الروعة في أبنائها فهم في تيه يتلاعب بهم من شاء متى شاء. ولهذا الأمير عبد القادر ما كانت نظرته هكذا، لم يكتفي فقط بجعل بلاد الشام حده أمني، بل أرسل بفتوى شرعية أصدرها في 1891
عفوا في 1848 وحول 8000 جزائري إلى بلاد الشام، وما زالوا إلى هناك إلى يومنا هذا، ومواطنتهم أقوى من مواطنتنا للأسف، لأنهم كونوا وتكونوا على راس الطاولة. جيت فتوى الثانية، لأن الرجال لا ينكرون تاريخ الرجال. في 1888 تصدر الفتوى الثانية، وهي الفتوى التي أفتى بها الشيخ مهدي الزواوي، والتي قال بموجبها إن على الجزائريين أن يرحلوا الرحلة الثانية إلى بلاد الشام. فرحل الفوج الثاني منهم إلى بلاد الشام، ولهذا حتى لا نكشف سنة الكثير من أخبارنا وأنبائنا وتاريخنا وتاريخ علمائنا الآن محدثة في وقت الأسد بلاد الشام. إذن الواجب أننا نعود إلى بلاد الشام ليس لاسترجاع تاريخنا، بل لوضعها في أذهاننا أنها حد من حدودنا الأمنية. ولهذا لما سقط هذا الاعتبار من أذهاننا صرنا ننظر إلى غدامس وإلى غار الدماء وإلى أبركان على أساس أن الحدود القريبة منا، وهذا خطأ جسيم ترتكبه. ومنذ أشهر قليلة فقط أرسلت إسرائيل 200 طائرة مقنبلة تدير مناورات على الحدود الإقليمية الدولية القريبة من حدودنا المائية. أو عجز العقل فينا أن يتدبر بأن الآخرين يرسمون بأن حدودهم أمنية عندنا، وبالتالي يقيمون المناورات عندنا، ونحن هكذا ضيعونا وأتلفوا عقولنا بمشاريع مكافحة الجهاد، الذي فيه حكايات أخرى وتفاصيل أخرى، لأن أيضا من الضربات التي حكت لوطننا. وحينما نقول من الضربات التي حكت لوطننا يمكن أن نذكر أشخاص أو كتب أو مشاريع أو مؤلفات لأشخاص آخرين ينظرون إلى الجزائر نظرة تجعلهم الآن لا يريدون تركها من بين أيديهم. نظرية دافيد ستريتش هو من أصول هنغارية يقيم في فرنسا، عنده نظرية المثلث الثلاثي الأمني. في نظرية المثلث الثلاثي الأمني في ربط الاستراتيجية الدولية يقول لك عندك 6 مناطق دولية تتحكم فيها بالقواعد العسكرية، قواعد أمنية وأنظمة فكرية تتحكم في العالم. شد لو كاب في جنوب افريقيا، تدي المحيط الهادي كاع وتروح به، تشد شمال افريقيا، تشد المناطق الشماليه تاع شمال افريقيا وجنوب اوروبا، واشار الى العاصمه الجي، ومشى دار العاصمه الثالثه تل ابيب. ثم بعدها يريد من كتاباته التفصيليه الكتاب الاخر الذي كتبه أحد جنرالات الجيش الإسرائيلي وسقط قتيل في الجزائر أثناء معركة 1948، ومدفون إلى يومنا هذا في مقبرة بولورين بسكتشان في بلدوي، واسمه يدين نيغال. يدين نيغال عنده كتاب، ولكن نقول لا يجب أن يقرأ، يجب أن يحفظ. الجيروزالم الاستقرار في جيروزالم ودرا من كتاب الجزائر القدس. حينما يكتب كتاب الجزائر القدس يتكلم وكأنه يتكلم في مجتمع فيه قطعان بشرية، ما فيش مناس يفكرون يتدبرون الأمر، ويتكلم عن الأصول اللي يجب استرجاعها والقيام بشأنها حتى تتحرك الأمور مستقبلا. وأنتم تعرفون أن قائد قوة الأركان في إسرائيل اللي شد الجيوش الإسرائيلية كلها ابن بليده، ويتكلم العربية كما احنا نتكلم باللهجة البليدية. يدين يقال عفوا داني أيرون، عائلة عائلون للذين يريدون تعليمها في العربية. داني أيرون هو من البوليدة، وهو الآن اللي نسف بين يديه ملفات يسمى استرجاع الأصول، مش الأراضي والسيارات والمنتجات، استرجاع الأصول في الاستراتيجية تاعهم، استرجاع الأرض. ومعنى استرجاع الأرض الهيمنة على الكرة الأرضية. أو يحق لنا يومئذ أن نقول وأسفاه على تلك السنوات التي مضت في الغفلة وفي النسيان، ونبني لأنفسنا ولا لأبنائنا صورة أمنية تجعلهم على أقل تقدير يعرفون متى سيخسرون. وشيء نكونكم رجال أبطال قاتل تعرفوا تشعية منكم فقط، مش تعرفوا كيفاش تصمموا ما تموتوش كقطعان، على الأقل نجيبوا معاهم 3 سنين ولا 5 سنين حرب.
ويقول أن هؤلاء الأشداء واجهوا إلى آخر قطعة من الجنة. المشكل أن هذا كله في فضاء عام، ولهذا منذ البداية المشكلة في بلدنا أن الفساد والخلل لم يمس منظومة واحدة دون غيرها، مس كل المنظومات. وتصور أنه في الجزائر توضع برنامج في 1992 سمي مشروع الإصلاح المالي، والله للآن ما مشى فيه 1 سنتيم. والآن تشوفوا شبكة تبييض الأموال ويقولوا لنا الجزائر أو موهب المخدرات ويتهموا المغرب، والله ما صحيح. إخواننا في المغرب يجب أن نحمي ذمتهم لأنهم مسلمون كما نحن مسلمين، ولا يجب لنا في دين الإسلام أن نتهم غيرنا بغير قارنة. يأتينا ناس مأجورون في وسائل الإعلام يقولون قرارات تاع المخزن يدخل البلاد، ولكن لا أحد جرأ وخشي ربه وخشي أمر هذه المواقع. إن المال الذي يسرق ويمرح في الجزائر دون رقم هو مال استئجار المخدرات العالمية. وسيكون نقول لكم المخدرات ما تعلمش بالطريقه اللي نشوف بها، ما كاشف يجوا يتمسخروا بالناس ويجيبوا شي شبان مساكن معهم حتى علاقه، يجيبوا يتجمعوا يقولوا حمله تحسيسيه لمكافحه المخدرات، وهو الوضع تاعو تبع ما يكون عن حاله المخدرات في الجزائر، ومن ينتجوها ومن يروجوها والانواع كما يسمى الانواع الفاضله والانواع المتوسطه ثم يعني اوامر ينشئ لها مؤسسات الترويج والتثبيت في بلدنا، علما وان لدينا من المصادر من تقول بان هذه الارض هي اراضي اللمس باللغه الاجنبيه، اراضي لمس بمعنى انها من ضمن المراكز الرئيسيه في العالم التي يجب ان تكون تحضير شبكه المخدرات العالميه. نجيكم ونقول المخدرات علاش ما تروحش؟ لانها مرتبطه بشبكه الاعلام. ما تكونش مخدرات في بلاد لو كان يكون فيها السلاح خارج القانون. وصنف مطار الجزائر العاصمه من ضمن اكبر المطارات العربيه اللي يتهرب فيها السلاح. مطار يتهرب فيه السلاح. السلاح خارج الاطار القانوني يقتضي وجود المخدرات. وتقرؤون في الجرائد يوميا ان مصالح الامن حينما تحاول القبض على بعض العصابات مشاكل المغرب يخرجوا السلاح ويدخلوا في اشتباكات معهم. هم لا يستعملونه للقتل ولا للاعتداء، يستعملونه للدفاع، وهذا الشيء خطر جدا لانهم يدافعون عن امبراطوريه اسمها امبراطوريه المخدرات. ولذا نخاف على بلدنا وليس على شبابنا فقط، وبالتالي عسوا لما تعس الامبراطوريه القائمه. إذا كانت المخدرات تقتضي وجود شبكات الأسلحة راح يجي الأمر الثاني هو الشبكات تبيض الأموال. وتشوفوا في الجزائر تقولوا والله ما شاء الله البلاد الدولات ويترمي عليك البنيرة وطالع والعقار والنشر. قطاع بناء الجزائر أفضل وأقوى قطاع الآن التي تبيض فيه أموال شبكات المخدرات العالمية. إذا وش نقول؟ نحتاج كأمة أن يكون داخل جهاز ذكي إلى أقصى درجة يراقب ما يسمى عملية تبييض الأموال عبر العقارات. وشو الجرائد اليومية نشوف إعلانات شمال جنوب شرق وشو صار فيها كلها في إطار شبكة تبييض الأموال. المسألة الثالثة والتي تشكل يا جماعة خطأ كبيرا على أمتنا، لا يمكن أن تكون مخدرة إلا إذا وجدت أسلحة خارج القانون، لا يمكن أن تكون مخدرات إلا إذا وجدت أسلحة خارج إطار القانون، وجد شبكات تبييض الأموال تهريبية من وإلى الجزائر. المسألة الثالثة وجود شبكات الفساد الأخلاقي على كل صفة. منذ شيء بسيط وتبعوا معي، إذا اتفقوا معي ولا ما اتفقوا، إذا اتفقتوا عليه وما اتفقتوش عليه. كلمة الشاب عاطفي في المغرب تحول إلى أزمة في الجزائر ولا لا؟ تحول إلى أزمة. كيفاش يموت الشاب يغني بأزمة في الجزائر؟ يدخل كما يسموه تجار المخدرات المحساس، يقول من المرأة اللي كانت معاه تحديد به الحنة المحنة به. فاش المحنة؟ المشكل أنه تخرج بيانات لا تظن بأن السيدة التي كانت معه هي رفيقة، هي زوجته. الآن حتى تنكشف الخطوط
ما يسمى شبكة الفساد الأخلاقي وتتورط فيه شبكة الغناء الناجم على كل إصنافه والتي تحيق ضررا لا مثيل له بأمتنا الجزائرية. وسبق طب الشاب عقيل فاضحة الشاب نوبي في فرنسا التي أثارتها الأجهزة الفرنسية والإسرائيلية وجابوا فتاة إسرائيلية تتكلم احنا كما احنا الوهرانية بطلاقة. ونسألكم مازال ما صدقش الجزائر يتكلم العبرية باستثناء اللي جابوا من الغزالي الله يرحمه وجميع القسنطينة والذين أغلبهم ماتوا أو قتلوا. ما كاينش جزيري يضربوا الدودة في راسه وتقرا العبرية. جابوا له وحدة عبرية إسرائيلية مدام سيمون وقالوا له هذه فتاة تعيش معها وتطلق معها عشاء نافع وأنجبت منه ولد. حينما أنجبت منه ولد جاءوا له بالرفض لربا أحبار اليهود وأدخلوه إلى البيع وقرأوا عليه التلاوة التوراتية. قالوا له إن عصب النسب عند بني إسرائيل المرأة وليس الرجل مثلكم أنتم، إذا أنت صرت يهوديا بالصلب لأنك أعطيت من صلبك ولدا لإسرائيليا، أنت بالصلب يهودي. عاود دخلت الزايد استقبلوه بالورود لأنه كان برامج ومناهج خداعة. استقبلوه بالورود باش يقدرونا مرة ثانية باش أولا ما نقراوش الفتوى اليهودية في اعتبار أن الصلب للمرأة وليس للرجل، وبالتالي سيفتخر أبناؤنا الذين مغيبت أفكارهم وعقولهم بسبب البرامج. واش فيه نتزوج كتابيا؟ واش فيه أنا فيها والو؟ نروح لفرنسا ونتزوج مع يهودية. واش يولي الأمر في نهاية المطاف؟ يولي لأنه لما نمشوا كمسلمين كذكور نطلق الزواج باليهودية تستنبت ضمائرنا ونيتنا. علاش راح تطلب وحده يهوديه النسب اذا عرفونا باننا لا نشكل من وراء ذلك اي شيء قد يشكل عليهم خطرا ويعتبرون ان مطلبنا بحثا عن الجمال او الجاه او المنصب زوجونا اياه وضمنوا لنا باسم الفتوى التوراتيه العوده اليهم. ولذا نقول نظريه دافيد ستريتش ونظرية دان أيالون تقول إن المثلث الذي رسمناه مثلث استرجاع الأصول، ومثلث استرجاع الأصول مرتبط بإنجاب أصول يهودية من جديد هنا. ولهذا أنا مؤخرا بتجربة حاولت أن أضع من خلالها كأنني الطفل السابق ذهب إلى مركز عموم الفرنسي وقلت لهم أنا والله اسمي كذا ويما واسمها كذا وبابا واسمه كذا والتشرب اللي خلقنا به واسمها كذا. وبعد هذا قلت لهم ابحث عن معلومات عنكم في فرنسا. يردوا لي يقول لي دوسي انترو. واش هي؟ عندي في الدار موسوعه الاهليه الفرنسيه تاع القرن التاسع عشر. نخرج قانون تاع 1863 الذي من خلاله انشا الفرنسيون في الجزائر لديستريكت. انت شكونك وبيك شكون والعرش تاعكم وباش يعودوا يخرجوا لنا هنا تقولوا لها النقمه والباقي يقول لها النكره. باش نوضحوا المصدر به هي في المصطلح اسبانيه. كلمه النقمه والنكره اصلها اسباني. كانوا هنا لما دخلوا الى الجزائر المشرفون على ليطاج سيفيل الجزائر دي اسبانيول، وبهذا لما نروح اللغه الاسبانيه ونقراو اكت انكوا يقول لك شهاده الميلاد اكت انكوا. احنا لان اللسان تاعنا يصحح في اللغه الاجنبيه راح اكت انكوا عندنا النكوا والنقمه. اذا درت معاهم مرار بالمصادر تاعهم خرجت من العرش اللي يسموه هما وبوياتنا وسمواتنا دوسي امين الطبيعي دوسي انتروفر مع الاخر كانوا قالوا لي أعد البحث من جديد عن مصادرك أنت، لو أن المصادر أنا مصادر فرنسية. ولهذا يا جماعة لا توجد في الجزائر ليطاسيفي. لماذا؟ لأن المشروع الذي حطم فيه ليطاسيفي مرتبط بمشروع العودة إلى الأصول، والعودة إلى الأصول تقتضي خلق اضطراب كبير جدا في مكوناتنا الإثنية والنسبية
حتى إذا ما صار بنا بعد القضاء على المواطنة والقضاء على الوحدة الوطنية، يجي يقول ما عندك لا أصل لا مفصل، أنت عايش كحيوان على الأرض. أقبل بنا نحن السادة الأشراف، السادة الأشراف. ولهذا أتمنى أنني قد انفقت في إظهار بعض ما كنت أريد إظهاره في هذه الذكرى التي تمر من جديد، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا أناسا يحترمون تاريخ بلدهم ويبذلون عنه ويرفعون من شأنهم ويكون أحرص الناس على أن لا تصل هذا البلد أي أذى. اللهم آمين. اللهم آمين.